التأمل حاجة من الحاجات اللي كلنا بنعملها كل يوم من غير ما نحس. مفيش حد فينا مش بيتأمل ويسرح في منظر شافه قدامه وخلاه يفكر فيه وضاف له حاجة كمان، أو بدأ في لحظة هدوء مع نفسه ويسرح في المناظر الطبيعية الجميلة اللي اتولدنا شفناها حوالينا. فينا اللي بيسرح أول ما يشوف البحر ويفكر في الحياة الموجودة هناك تحت المية ويقول سبحان الله، وفينا اللي بيضعف قدام سما صافية مع شوية سحب، واللي بتخلق لنا حالة من الهدوء بعيدة عن زحمة الحياة. ومن أكتر الحاجات اللي بتخلينا نسرح معاها ونتأمل هي الطيور وجمالها. منها اللي لونها هو اللي يخطفك، ومنها سرعتها، ومنها شكلها المختلف، ومنها صوتها، ولا تملك غير انك تقول سبحان الله على قدرته في خلقه. ولو تأملت عزيزي المشاهد في الطيور والكون اللي انت عايش فيه، هتلاقي ان اول قصة لأجدادنا بني آدم كانت مع طائر من أذكى الطيور. الطائر اللي علم الإنسان ازاي يدفن موتاه، واختاروا ربنا سبحانه وتعالى دونا عن باقي المخلوقات للمهمة دي. الحقيقة ان الطائر ده مش بس علم الإنسان دفن موتاه، لا، في حلقتنا النهاردة هنعرف كمان انه علمنا مبادئ كتير جدا، وهنعرف كمان هل هو رمز للتشاؤم زي ما بيتقال. كل الحاجات دي وأسرار تانية كتير هتعرفوها أول ما تنزلوا تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة لو مش عاملين، وتطلعوا تاني عشان نبدأ حلقتنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم لمعلوماتك. من فترة انتشر فيديو على السوشيال ميديا لغراب عطشان، قدامه إزازة لكن منقاره مش قادر يوصل للمية اللي جواها عشان يشرب، فكان بيروح يجيب زلط ويحطه في الإزازة، وفضل يكرر الموضوع ده كتير لحد ما منقاره قدر يوصل للمية وشرب. الفيديو ده بيورينا نبذة صغيرة جدا عن ذكاء الغراب، موضوع حلقتنا النهاردة، وإزاي قدر يرفع مستوى المية لحد منقاره عشان يشرب. مش بس كده، ده استخدم حاجة ما تعكرش المية أو تغير لونها وطعمها. أهو طائر زي ده يستحق التأمل والدراسة، وعشان كده هناخدكم ونروح في رحلة مع بعض نستكشف فيها كل حاجة عنه، وهنعرف هو ليه بيعتبر أذكى الطيور، وإزاي بيعيش حياته، وإيه اللي بيميزه عن غيره من الطيور. والبداية هتكون مع أنواع الغراب. الغربان فيها أكتر من 40 نوع مختلف، منها الغراب الأمريكي وده بيعيش في أمريكا الشمالية، ومنها كمان غراب الجيف. والجيف دي أعزائي المشاهدين هي الجثث أعزكم الله لما ما تدفنش فتعفن، والنوع ده بيعيش في أوروبا ومعظم آسيا. وفي كمان الغراب النوحي والمروحي الذيل، وطبعا واضح من اسمه ليه اتسمى كده. وفي نوع كمان بيتميز بلون رمادي على آخر رقبته، وبيتسمى الغراب ذو القلنسوة، وتسمى كده لأن على راسه فيه ريش طويل، والريش ده شبه التاج الصغير، وده بيديله مظهر مميز بين أنواع الغربان التانية. وأخيرا وليس آخرا غراب الزيتون والغراب البري، لأن زي ما قلنا دول 40 نوع، لو قعدنا نقولهم كلهم الحلقة مش هتخلص. ولكن أشهرهم الغراب آكل الجيف، والغراب ذو القلنسوة، والغراب الأمريكي، وغراب الزيتون. الغراب مش بيحب يعيش لوحده، وعشان كده هنلاقيه بيعيش في أسر كبيرة ومتماسكة، يا إما على الشجر الكبير أو فوق سطح البيوت المهجورة كنوع من أنواع الحماية. يعني صاحبنا يا عزيزي مش بيختار حاجة عشوائي، واخد لي بالك أنت؟ الغراب بيحب كمان يعمل العش بتاعه جنب مصدر للأكل والمية. والغراب بيعيش في جميع أنحاء العالم تقريبا ما عدا القارة القطبية وأمريكا الجنوبية، وكل دولة في العالم بتتميز بوجود نوع معين منه. يعني مثلا النوع الأكثر انتشارا في العالم موجود في شمال أوروبا، وكمان موجود في آسيا من أول المحيط الهادي لغاية الهيمالايا وإيران والهند، وطبعا موجود عندنا في أفريقيا. والنوع ده بقى بيحب يعيش في السواحل والغابات الجبلية والمنحدرات الصخرية وضفاف الأنهار المفتوحة، وساعات كمان في الصحراء، وده اسمه كورفوس كوراكس. تعالوا بقى نوصف الغراب وكأنه واقف قدامنا. الغربان من الطيور قوية البنية، هي مش ضخمة لكنها قوية، وعندها منقار ومخالب قوية جدا، وطبعا مش محتاجين نقول ان دول هم أسلحته. وطولها ما بين 23 ل 71 سم، وعشان كده بتعتبر من أكبر الطيور في فصيلة العصفوريات. ريشها بيكون لامع، وغالبا بيكون لون واحد بيغطي الغراب كله، يا إما أسود يا إما رمادي غامق، أو عليه زي نقوش خفيفة، والنقوش دي بتختلف من غراب للتاني. ونقدر نميز الذكور عن الإناث بالحجم، فعادة الذكور حجمها أكبر، لكن بيكونوا متشابهين في الشكل والصوت الخشن العالي. كتير مننا أول ما بتيجي سيرة الغراب بيجي في دماغه على طول أول حاجة عرفناها عنه، وهي تعليمه لابن آدم إزاي يدفن موتاه، زي ما ربنا سبحانه
ايوه زي ما بقولك كده. لو ركزنا في بداية الآية هنلاقي مكتوب غرابا يبحث في الأرض، يعني الغراب قعد ينقر في الأرض جنب جسد هابيل علشان يلفت انتباه قابيل ازاي يداري جثة أخوه، وده معناه إن الغراب ما دفنش حد. ودي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان وحده دون سائر المخلوقات اللي بيدفن موتاه في التراب. وبما إننا في سلسلة لمعلوماتك فخد المعلومة دي على الماشي، الأفيال كمان بتغطي موتاها بفروع الشجر. الغربان كائنات منظمة بطبعها، عندهم التنظيم الاجتماعي شيء مهم جدا والمساعدة بينهم متبادلة، مش زي الصقر عايش لوحده ما يعرفش حد. وبالمناسبة لو حابين نعمل حلقة عن الصقر زي الغراب كده اكتبوا لنا في الكومنتات. نرجع تاني للغراب، واللي لما بيتجوز بيكون وافي زوجته طول العمر، ولو قرب اي غراب غريب من الانثى بتفضل تنقر فيه لحد ما يبعد عنها، وبتعمل كده من باب الإخلاص لجوزها. هنلاقي كمان إن الذكر متعاون جدا، مش قاعد مأنتخ على الكنبة قدام التلفزيون مستني كوباية الشاي تتعمل وتيجي لحد عنده. هو بيكلم مين ده؟ بيكلمني أنا. لا، ده بيساعد في بنى العش وبيأكل الغربان الصغيرة وبيعلمهم الطيران. وبعض أنواعه اللي بتعيش في المناطق الباردة الذكر بيساهم بشكل كبير في تخزين البلوط وجوز الصنوبر لاستخدامهم كأكل في الشتاء. يا سلام، زوج فعلا يعتمد عليه. موسم التزاوج عند الغراب بيبدأ في نهاية فصل الشتاء، وبيكون الذكر بالغ في عمر 4 سنين والأنثى في عمر 3 سنين تقريبا. ذكر الغراب بيختار أنثى واحدة وبيعيش معاها العمر كله، اللي أحيانا بيوصل ل21 سنة. مش بقولك وافي وعنده مبادئ، والحالة الوحيدة اللي ممكن يتجوز فيها تاني هي إن مراته تموت. طيب إزاي بتحصل عملية الاختيار؟ الموضوع بيبدأ بالغزل. إزاي بقى؟ بيبدأ الذكر يعمل أصوات عالية علشان يلفت بيها انتباه أنثى معينة، وينفش ريشه وجناحاته وديله كعلامة منه على إعجابه بالأنثى، اللي لو عجبها صوته يبقى هو كده دخل دماغها. بعدها بيقوم مغني أغنية قصيرة، وبعد كده بيحصل الجواز ويبدأوا يبنوا عش الزوجية. وعش الزوجية هنا حرفيا مش مجازا، لأن احنا البشر اللي خدنا الكلمة دي من الطيور. طيب بياكل ايه بقى الطائر أبو دماغ عالية ده؟ الحقيقة هو بياكل أي حاجة سواء خضار أو لحمة، لكنه ميال أكتر للحمة. فمثلا الغربان اللي بتعيش في مدينة الحديدة في اليمن بتتغذى بشكل رئيسي على الحيوانات الميتة ومخلفات الأغذية، عشان كده بتتجمع على صناديق القمامة. وعلى فكرة الغراب مش بيتغذى على الحيوانات الحية زي الفئران مثلا، عشان كده احنا مش بنعتبره مكافح بيولوجي. اللي ما تعرفوش عن الغراب انه طائر بيعتمد على نفسه، والموضوع ده بيتزرع فيه من وهو لسه صغير، ووراه سبب عجيب، وهو انه الغراب بعد ما بيخرج من البيضة ابوه وامه بيسيبوه خالص. هي مش اسوأ منهم، لا، السبب ان لون الغراب اول ما بيطلع من البيضة بيكون ابيض بسبب طبقة بتكون على جسمه، او بسبب شحم جسمه الابيض اللي بيخرج بيه من البيضة. وعشان كده ابوه وامه بيفكروا ان ده مش ابنهم، وعندهم حق الصراحة، هم لونهم رمادي غامق او اسود وابنهم لونه ابيض. فبيسألوا نفسهم سؤال منطقي، ازاي ده هيكون ابني؟ هنا بقى يبدأ الغراب الصغير يعتمد على نفسه في عملية التغذية. طيب طائر صغير زي ده هيأكل نفسه ازاي؟ وهنا بتظهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى عن طريق ان بعض خلايا جسمه بتفرز ريحة معينة تجذب الديدان وبعض الحشرات اللي بتقف قرب بقه عشان يقدر ياكلها. سبحانك يا رب. وبيفضل الوضع على كده لحد ما يتحول لون ريشه للاسود. ساعتها بقى ابوه وامه يقولوا له خش في حضن ابوك يا فواز، خش في لحمك يا اخويا خش. وتبطل خلايا جسمه تفرز الريحة اللي قلنا عليها، وابوه وامه بقى يبدأوا يجيبوا الاكل لحد عنده وهو قاعد زي الملك، ويهتموا بيه لحد ما يكبر ويعلموه الطيران ويسيبوه بعد كده يعتمد على نفسه بصورة نهائية. تعالوا بقى نعرف الكائن العجيب ده بيخاف من ايه. الحقيقة ان الغربان في مملكة الطيور ما بتخافش من حاجة، لا من صقر ولا من نسر ولا بيهمهم حد، لا وكمان بتقرب من النسر عادي جدا لما بيجي ياكل فريسته. بيقعد بقى الغراب يرقد للنسر من تحت لتحت، ولما بيجي الوقت المناسب تبدأ الغربان في جماعة تقرف النسر لحد ما يخلوه يسيب لهم الاكل ويمشي، عن طريق انها بتقعد تطير فوقه وتقرب منه بسرعة كبيرة، فبيضطر النسر يوطي راسه عشان ما تخبطوش الغربان بجناحاتها او ديلها. وبعد كذا حركة من دي بيزهق النسر ويطير ويسيب اللي فاضل من الاكل، فتروح الغربان وتاكل. طيب من الصبح عمال تقول لي اذكى الطيور اذكى الطيور، ولحد دلوقتي ما شفناش غير مواقف قليلة بتدل على ذكائه. بس كده خد عندك دي حاجة من الحاجات اللي بتميز الغربان كمان، ان الغربان مش بس مخلصة وذكية ومتعاونة وما بتخافش، لا دي كمان مثقفة. مش مصدق صح؟
في تجربة اتعملت في جامعة واشنطن واكتشفوا ان الغراب هو الطائر الوحيد اللي بيعرف يعد لحد 9. متخيل؟ والتجربة دي كانت عن غراب عشه جنب جحر ارانب، وكان فيه 9 ارانب عايشين في الجحر ده، فكان في كل مرة يحب يدخل فيها الجحر يراقب الارانب ويعدهم وما يدخلش الا لما الارنب التاسع يخرج. كمان اعزائي المشاهدين، في بعض الباحثين عملوا دراسة وتتبعوا سلوك الغراب، فلقوا ان الغراب بيجمع فتافيت العيش وبيرميها في المية، وطبعا هو عارف ان السمك هيجري يروح ياكل فتافيت العيش دي. في اللحظة دي بقى الغراب بينقض عليهم ويمسكهم بمنقاره ويطير بعدها لعشه. والله الغراب ده دماغ شغالة مش بتنام. متخيلين ان ده طائر وغير عاقل؟ امال بقى لو كان عاقل كان عامل فينا ايه؟ انت فاكر الحكاية خلصت؟ لا، خد دي كمان. في مدينة سنداي في اليابان لقطت الكاميرات ان الغربان اكتشفت طريقة مبتكرة لكسر جوز الهند، عن طريق انها بتاخده وتروح عند طريق العربيات جنب الاشارة وتستنى اما الاشارة تقف، فتحط الجوز قدام عجلة العربية وتبعد وتستنى لحد اما العربية تعدي عليها فيتكسر وترجع تاني وتاكلها. هل الغراب زي اغلب الحيوانات له صوت واحد بس بيميزه؟ المفاجأة ان الغراب الواحد عنده القدرة انه يصدر كذا صوت مختلف في نفس الوقت، وكل صوت منهم يبقى له اشارة ورسالة معينة. يعني مثلا لو في خطر يطلع صوت معين، وكمان ليه صوت مخصوص بيستخدمه في الكلام مع عيلته، ولو هيغني مثلا زي ما قلنا قبل كده فده صوت ثالث. ومش بس كده، دي الاصوات اللي بيصدرها الغراب بتختلف من بلد للتانية زي اللهجات البشرية تماما. سبحان الله. لا، واللي جاي اغرب واغرب ان لما يموت غراب بيتجمعوا حواليه عدد كبير من الغربان من غير ما يلمسوه، وبيفضلوا واقفين شوية حواليه، بعدها بيسيبوا المكان كله للأبد وكأنها جنازة زي اللي بتحصل عند البني آدمين بالظبط. طب هم عرفوا يعملوا كده ازاي؟ او الافكار دي بتجيلهم منين؟ لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. العلماء بيفسروا الظاهرة دي ضمن استراتيجية البقاء على قيد الحياة، وبيقولوا ان الغربان بيعتقدوا ان المكان ده بقى خطر عليهم وبيهدد سلامتهم، وعشان كده بيسيبوا المكان ويهاجروا بعيد. حاجة من الحاجات برضو اللي بتميز الغربان عن باقي الطيور ان الغربان مش بتقضي يومها تدور على الاكل وخلاص، دي كائنات بتحب السيطرة وليها اسلوب في الحياة، وحياتهم اشبه بالمملكة اللي ليها كبير وفيها قانون بيتطبق على الكل. وهنلاقي كمان ان لو حد من الغربان اجرم فهم محددين لكل جريمة عقوبة، وعقوبة عادلة كمان. يعني مثلا لو في غراب اكل اكل خاص بعيال غراب تاني، بتتجمع الغربان كلها وتنتف ريش الغراب ده عشان يبقى بالظبط زي الغربان الصغيرة اللي اكل اكلهم وهم لسه ما طلعلهمش ريش. اما بقى لو في غراب هاجم عش غراب تاني وهده، فمحكمة الغربان بتحكم عليه انه يبني عش جديد، ولو اتكرر الموضوع ده بيطردوه بره الجماعة. وزي ما حضراتكم شايفين الموضوع لحد دلوقتي ماشي بمبدأ الجزاء من جنس العمل، لكن ده في الجرائم الصغيرة، لأن العقاب في الجرائم الكبيرة بيختلف تماما. يعني مثلا لو في غراب اغتصب أنثى غراب تاني، الغربان كلها بتتلم عليه وتجبره إنه ينكس راسه ويقفل جناحاته، ويبدأوا ينقروه لحد ما يموت. وبالرغم من الجريمة الفظيعة اللي عملها، إلا إن الغربان بتحترم الغراب الميت حتى لو مجرم وبيدفنوه. ولو قارنا ما بين الغربان والبني آدمين هنلاقي إن الغربان بيقيموا العدل الإلهي على الأرض أحسن بكتير من الإنسان. فسبحان الله الخالق المصور. الغربان من أولوياتها إنها بتحافظ على سلامة المجموعة اللي هي فيها، فلو أصيب أحد أفرادها بمرض مثلا ولاحظوا عدم قدرته على الطيران، بياخدوا قرار فورا بقتله، لأنهم هيخافوا من انتشار مرضه لباقي المجموعة. الغراب زمان كان زيه زي الحمام الزاجل بالظبط، لأنه كان وسيلة التواصل الأسرع بين المناطق البعيدة، وده لأنه بيقدر يطير لمسافات كبيرة جدا بسبب طول جناحاته اللي بتوصل لمتر تقريبا. يعني اللي شفناه في مسلسل جيم اوف ثرونز أو لعبة العروش لما كانوا بيوصلوا الرسائل عن طريق الغربان، ده حقيقي فعلا وكان بيحصل في الحياة اليومية زمان. آخر حاجة معانا عن الغراب وهي انه مرتبط عند الناس بالشؤم والفال الوحش، والحقيقة ان مفيش سبب محدد للموضوع ده. يمكن يكون عشان لونه الاسود او صوته الخشن العالي اللي اسمه في اللغة العربية النعيق. المهم ان بسبب الموضوع ده ظهرت امثال شعبية كتير بتربط ما بين الغراب وما بين اي حاجة وحشة بتحصل، زي مثلا يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، او يا ما جاب الغراب لامه. وبس كده. دي كانت حلقتنا النهاردة من سلسلة لمعلوماتك، وسؤالنا ليكم أعزائي المشاهدين بعد كل اللي عرفتوه عن الغراب في فيديو النهاردة، هل فعلا شايفين الغراب هو أذكى طائر ولا ممكن يكون في طيور تانية أذكى منه؟ منتظرين إجابتكم في الكومنتات. في النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات. كان معكم الهستوريادور، نستودعكم الله.